نأتي عبر الانقلابات وعبر الدعم الخارجي السعودي القطري التركي حتى نحكم مرة ثانية العراق. نعم والإيراني أيضا. لا، الإيراني ما أرسل لنا مفخخات تجينا من السعودية ومن الخليج. وهذا اقتراح كذب المالكي نفسه. انه خلينا نحل البرلمان ونشكل حكومة جديدة. المشكلة هذا الحل؟ لأن الحكومة لا ننتج نفس الشيء، لأنه هناك ناس ما يرضون على الديمقراطية في العراق. الناس يريدون يحكمون بصورة عسكرية، بصورة ديكتاتورية. اما انا احكم واما ما اقبل بالديمقراطية. فهذه المشكلة الموجودة. وهناك حرب الآن على الشعب العراقي، حرب مستمرة من أيام صدام حسين. صدام حسين أقام يعني مئات المقابر الجماعية، مئات الألوف من الناس قتلهم بدون محاكمة وبدون ما. نحن الآن مشكلة. نعم والحرب مستمرة الآن. يوميا شفت المفخخات في كربلاء قبل أيام، في الحلة، في بغداد، في الكوت، في كذا. حرب مستمرة، وهناك جهات لا تريد أن يقدم هؤلاء إلى العدالة. لا تريد أن يقدم أن تقوم الحكومة بحماية الشعب والمحافظة على أمن الناس. تريد أن الناس يقتلون ويذبحون ونعطيهم الحرية الكاملة حتى نسقط النظام ونأتي إلى السلطة مرة ثانية بالقوة. نأتي عبر الانقلابات وعبر الدعم الخارجي السعودي القطري التركي حتى نحكم مرة ثانية العراق. نعم والإيراني أيضا. لا، الإيراني ما أرسل لنا مفخخات تجينا من السعودية ومن الخليج. والمذابح اليومية. القاعدة تتفاخر بالعمليات الإرهابية. والنظام البعث وحزب البعث وعزة الدوري أيضا يتفاخرون بالعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي. البرنامج أوشك على الانتهاء. كلمة أخيرة وبعجالة. لا منقذ للعراق ولا مستقبل العراق إلا بإزالة هذه العملية السياسية. وهناك قوة وطنية تمثل بالمقاومة العراقية أو بالقوة المناهضة للاحتلال. هذه القوة العراق محتل يا سيدي، وهذه الحكومة الخامسة للاحتلال هذه لم تقدم شيء، والعربي الشيعي متضرر منها أكثر من العربي السني. وبالتالي يجب علينا أن نتوحد بإزالة هؤلاء شخوص الاحتلال أصلا، وإلا سوف نبقى بهذه الحالة المريرة. والثورة انطلقت وسوف تتفاقم أكثر، وغدا يجب أن تأتي بمنهاج جديد للعراق. عبر 10 سنوات قد اكتفى العراق منها واكتوى ما اكتوى فيه، ويجب تغييرها. كيف وهذه الأحزاب موجودة؟ حتى لو عدت الانتخابات سيذهب المالكي، لكن سيأتي. أنا لا أقصد العملية السياسية يا سيدي. 10 سنوات هؤلاء فاشلون بامتياز. أنا أتكلم عنهم. أتكلم عن فصائل المقاومة ألحقت هزيمة ميدان الجيش الأمريكي. وهناك قوى مدنية مناهضة للاحتلال منذ 9/4/2003 لحد الآن موجودة. هذه القوى هي التي عليها أن تمسك بزمام الأمور، هي التي عليها أن تبني العراق، لا ال10 سنوات الماضية. الفاشلون يبقون كما هم. كلمة أخيرة لك. القوى المدنية هي التي تغير. حقيقة أنا أعتقد ما نستطيع أن نخرج إلى بر الأمان والسلام إذا ما تخلصنا من المنطق اللي يتكلم به الأخ، منطق طائفي، منطق شوفيني، يعني يتكلم عن نظام سابق عنده آلاف المقابر، وهذا كله كلام أكاذيب أثبتته وسائل عديدة. أنا أعتقد إذا تخلصنا بالواقع الحالي، إذا تخلصنا وتكلم الآن اللهجة الطائفية. الآن أنت تقول له إيران، يقول لك إيران ما دزت لنا مفخخات. والكل يعلم أنه حتى القاعدة في تنظيم خاص في إيران، حاضنته في إيران ونشاطه في العراق تحديدا. أما أنه إحنا نبرئ إيران يعني نكيل بمكيالين، هذا الحقيقة خطاب طائفي. الشعب العراقي يرفضه، المقاومة العراقية ترفضه، كل الوطنيين العراقيين يرفضوا بغض النظر عن طوائفهم ودينهم وقومياتهم. نحن ماضون إلى تغيير الوضع في العراق بطرق ديمقراطية، وستكون انتخابات حرة نزيهة بإشراف الأمم المتحدة بعد ما تسقط الجماهير هذه الحكومة إن شاء الله، وبعد ما يستتب الأمن للعراق بشكل كامل من البصرة وحتى زاخو. وأنا على يقين أن هذا الحراك السياسي الآن وهو حراك وطني غير